السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. النهاردة إن شاء الله كده معانا مخلل اللفت. خلاص احنا بقى في موسم اللفت، كل سنة وانتم طيبين، وكمان رمضان على الأبواب، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أنا كده بجيب اللفت يا حبيب قلبي، بشيل القطعة اللي من فوق والقطعة اللي من تحت، وإيه حتة فيها شعر كده بشيلها، تمام، او شكلها مش مظبوط بشيلها. بعد كده خدتهم غسلتهم كويس بايدي الاتنين كده، اقعد اغسل بيهم تحت الحنفيه، واجي اقطعهم بقى زي بالطريقه اللي انتوا شايفين دي. ممكن تقطعوها بالسكينه عادي، ولو عندكم البتاعه اللي هي بتاعت المخلل دي المشرشره بتديها شكل احلى طبعا، فتعملي بيها دي او دي شغال تمام مفيش مشكله. بمسك بقى بقطعها كده زي البطاطسايه بالطول الاول، وبعد كده بمسك ايه كل حته بالعرض كده، انا عملتها بالطول تمام، يطلع معايا الصوابع كده اهو، على قد ما نقدر كده نعمل ايه يعني صوابع ايه شبه بعض، او على الاقل سمك بعض عشان تاخد التسويه ايه مع بعض. بحط بقى في مصفى كده وبرش عليها زي معلقتين ملح، وبقلب كده يا حبايب قلبي بقى كله اللفت كده، علشان كل لفتايه كده تتغلف بالملح اللي انا رشيته عليها. انا رشيت الملح علشان ينزل لي الميه بتاعت اللفت، دي طريقه التسويه بتاعتها، وما يبقاش طعم اللفت لما تاكليه وهو مخلل طعمه قوي، لان انتوا عارفين اللفت قوي وريحته قويه وطعمه بيبقى قوي. بصوا هي فاضيه اهي، بوريكم. انا هغطيها دلوقتي واسيبها كده زي نص ساعه، ولما نص ساعة المية ايه هتنزل منها كلها. عندي هنا بنجرايه، طبعا البنجر بيدي لون حلو قوي لللفت، وغير ان اللون بيدي طعم وليه فوائد كتيره حلوه قوي. البنجر زي ما انتوا عارفين ليه فوائد كتيره، واللفت برضو ليه فوائد كتيره، حتى لو كان مخلل، لو انت ظابطه ملحه كويس هيبقى مفيد ليكي باذن الله. كده بجيب بقى اللفت وبقطعه كده زي صوابع، بتعامل معاها كده معاملة البطاطساية، بقشرها بعملها ترانشات، وبعد كده الترانشات بعملها صوابع عادي خالص. دي حلوة هتكفي كمية اللفت. انا اللفت اهو عندي خلاص، بديله تقريبا تاني. بصوا دبل كده معايا ونزل ميته، بص كمية المية اللي نزلت من اللفت هو ده اللي احنا عايزينه. انا كان معايا اللفت قد ايه؟ انا كان معايا لفت حوالي 8 كيلو بس بعروشه، يعني من غير عروش قولي 4 كيلو، 4 كيلو ونص صافي. هيقولوا لي البرطمان ده كبير، بسم الله ما شاء الله، بيشيل 4 كيلو او اكتر من 4 كيلو بشويه. هو شال 4 كيلو، بس كان في حبه تاني انا ما لقيتش في برطمان ولا اي حاجه، رحت حطيتهم بقى في كيس سندوتشات عادي، حطيتهم وحطيت عليهم، اتعاملت معاه كانه يعني الكيس السندوتشات ده اتعاملت معاه كانه البرطمان. وعملت بنفس النظام اللي انا عملته هنا في البرطمان، عملته في الكيس وقفلته ربطته كويس وحطيته بقى في التلاجة. ده مش هحطه في التلاجة، انا هخليه من بره. بقيت احط حبة لفت كده وبنجرتين كده، صباعين من البنجر كده بين كل راق وراق، علشان يديني اللون والطعم الحلو لللفت بتاعي. بحاول بقى بجيب المصفى الاولانيه خلصت، بجيب المصفى التانية اهو، بوريكم برضو ان نزلت ميه قد ايه. بس اكمل بيه بقى بقيه البرطمان بتاعي، ولغايه ما اخليه على الاخر واضغط كده واخليه على الاخر، بس ما تكبسوش برضه قوي علشان ياخد تسويته صح. اكون بقى حضرت له الميه. اللفت بقى معانا الميه بتاعته ايه، هنجيب ميه طبعا لازم نبقى غاليين الميه كويس، و وبردت خالص خالص، ما تبقاش حتى دافيه، بارده خالص. والبرطمان طبعا نبقى غاسلينه ومعقمينه كويس برضو قبل ما نحط فيه اللفت. هنا زي 3 معالق خل، وما كترتش في الملح عشان احنا حاطين في اللفت برضو ملح فملح. فحطيت هنا زي 3 معالق برضو ملح. البرطمان هنا معايا بسم الله ما شاء الله كبير، والكمية عندي زي 4 كيلو تمام. حطيت زي 3 معالق هرمية ملح، غير الملح اللي انا حطاه على اللفت ورشاه، فهيأثر برضو على ملوحة اللفت. كده بقلبهم وانزل بقى بالمية دي كلها، المية بالخل بالملح على البرطمان بتاعي. ولازم يكون اللفت متغطس كويس في المية اللي هي بتاعت الملح والخل علشان يتخلل كويس. كده خلاص اهو. بجيب برضو زي ما انتم متعودين في المخللات، بجيب حطيت هنا كده طبعا 2 كده زي بنجر عشان يدي لون، وبرضو الكيس كده ضغطت عليه عشان اي حاجه تنزل تحت كده في الميه واقفله. وده كان كده المخلل بتاعنا، مخلل اللفت برجه طبعا كويس علشان
اللون كده هو يعني اللون هيغمق اكتر من كده، بس لسه لما يتنقع طبعا ويتخلل كده ادى اللون البينك الخفيف، بس هو هيبقى احمر وحلو. جربيه وعلى ضمانتي، وما تنسيش اللايك